مكتب وزارة الرياضة بالمدينة على إتاحة الفرصة لنا إنه إن شاء الله بإذن الله ننشر ثقافة المشي والهايكينج، ونحمد الله على هذا التجمع وهذه الجمعة الطيبة إن شاء الله، والله يجمعنا دائما على خير وفي خير. أول حاجة طبعا احنا حنعرف برياضة الهايكينج. رياضة الهايكينج هي رياضة متنوعة. كيف متنوعة؟ يعني فيها صعود وفيها مشي في السهول وفيها مشي في الوديان وفيها مشي في الصحاري لمسافات طويلة، أيضا على الشواطئ. خلاص. طبعا رياضة المشي بالنسبة للهايكينج دائما احنا في عندنا حاجة اسمها المبادئ السبعة اللي هي لا تترك أثر. يعني قبل لا نبدأ في أي برنامج هايكينج لازم نخطط له. خلاص. طبعا نتعرف على الموقع. وبالنسبة للأندية طبعا الأندية دائما بتعين اللي هم لجان للمسح، يطلعوا يتعرفوا على الموقع، يشوفوا صعوبة المكان، ايش في من سلبيات، ايش في من ايجابيات. انا عشان اقدر اتواجد ويتواجد معاي الفريق واحافظ عليه ما ادخله في خطورات. طيب انا ان شاء الله باذن الله حختصر. احنا مسحنا الموقع وعرفنا المكان اللي حنمشي فيه، سواء احنا انشأنا المسار ولا حنمشي على مسار سبق والانديه مشيت فيه، لانه دائما اقول لك المبادئ السبع حقت لا تترك اثر. احنا ايش نسوي؟ نمشي على نفس المكان اللي مشت فيه الانديه اللي قبلنا. خلاص، عشان نحافظ على البيئه ايش ما كان فيها من نباتات، من الله يكرمكم حيوانات لا تنأذي، نباتات لا تستهلك. ف بعد كده ايش حيصير؟ انا حتكلم وحختصر اتكلم للمشارك. المشارك اول حاجه لازم يقتني ادوات الهايكنج. يعني لازم تكون عندك العصا، يكون عندك الجزمه، خاصه في صعود الجبال. جزمه الهايكنج ضروري تكون الجزمه الخاصه بصعود الجبال. يعني ما اجي بجزمه عاديه حقت مسافات طويله سواء بمشي فيها على الاسفلت او فيها على الارض اقول ابغى اطلع واخاطر. لازم نعرف انه فيها خطوره على المشارك. دائما احنا نختار الجزمه اللي تسهل لنا وتسهل علينا صعود الجبال وكذلك النزول من الجبل. خلاص. العصايه هذه تعتبر القدم الثالثه، ودائما انا لما استخدمها دائما اخليها قدامي. هذه ايش حتسوي العصايه دي؟ هذه حتريحك، حتخفف عليك عناء والام المفاصل، سواء اللي هي مفاصل الركب الاقدام. هذه تسهل لك عمليه ايش؟ صعود الجبل. خلاص. احنا عندنا الحقيبه كذلك. الحقيبه ضروريه. انا حشيل فيها ايش؟ حشيل فيها اغراضي. انا احتاج عندي سناكات، عندي مويه، عندي ناهيك عن المويه برضو اخذ المويه تكون زايده